السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ نبدأ يوم جديد ان شاء الله مع بعض النهاردة، نسمي الله ونشوف هنعمل ايه النهاردة. بس هعمل اكل ايه؟ هعمل غدا، هعمل كشري اصفر، الكشري الاسكندراني اللي هو بالعدس الاصفر، وهعمل جنبه دقة اللي هي الصلصة واتش فيها بالثوم والخل، وهسلق بتاع ده، هسلق بيض وهحمره كده بحتة سمنة. كده جبت زي نص كيلو عدس او اكتر شوية من نص كيلو، وحطيت عليه كوبايتين ونص بتاع ده رز، وجبت شوية طماطم كده، قلت اخلطهم بسرعة وانا واقفة، وكنت عمالة ايه بشيل الحاجات العلب اللي كنت غسليها، يعني اروق شوية من المطبخ. بس قلت بس اشيل بس كده الخلاط واشوف ايه نبتدي نعمل ايه. اعمل اول حاجة الصلصة، اعمل شوية زيت كده على ليمون، ليمون ايه، زيت، واحط عليه توم، معلقة توم كبيرة كده، واسيبها تتحمر شوية واطشها بالخل. الدقة دي بتبقى حلوة قوي جنب بتاع ده، جنب العدس اللي هو الكشري الاصفر، واحط عليها مرقة دجاج واديها تقليبة كده، وانزل عليها بالطماطم، واحط عليها كمون وملح وشطة. وكنت خلطة مع الطماطم، كنت خلطة برضو معاها قرن فلفل حامي احمر، وهسيبها ايه تتسبك كده مع نفسها، ونص معلقة كمون. بس هسيبها هي كده تتسبك مع نفسها، وبرضو هغسل البيض واحطه يتسلق مع معلقة ملح ومعلقة خل كده صغير. بس أكلة سريعة وبسيطة وبتخلص بسرعة وطعمها حلو، أكترنا بنحبوها يعني. هنا هجيب شوية زيت على معلقة سمنة كده حلوة كده، وكنت غاسلة الرز بالعدس كويس قوي، يعني بغسلهم لحد لما المية اللي بتنزل منهم كده تبقى بيضة خالص، عشان طبعا عارفين العدس بيبقى ايه، بيبقى فيه بتاع ده، لازم يتغسل ياما يعني. غسلتهم ياما وسبتهم ايه يتصفوا كويس، وهفضل اشوح فيهم زي الرز كده، اشوح فيهم كويس كده وحلو قوي. لما بحب العدس بيبقى اكتر من الرز، بيبقى طعمه حلو قوي. بس هجيب بقى شوية مية، هو المفروض ان انا احط عليه شوية مية سخنين، بس ما بسخنش مية بصراحة. بجيب مية من الحنفية كده واحطها، واحط عليها مرقة دجاج برضو وهظبط الملح بتاعها، واحط برضو معلقة شطة، واحط نص معلقة كمون. بس انا بحط مقدار المية اللي هو المعلقة الكوبايتين ونص رز. انا ما بحطش مقدار العدس يعني. هنا طبعا بعد فترة كانت المية اتشربت بتاعت الرز، ووطيت عليه وحطيت على العين الصغيرة وغطيت عليه. هنا بقى ايه، كنت قشرت البيض وحطيت نص معلقة سمنة كده، واغطي عليه وهو لسه ما سخنتش الطاسة، عشان ما تعملش السمنة على البوتاجاز. بس وهو هنا هو الرز كان اتعمل، بسيبه 10 دقايق بعد ما يخلص، عشان الرز يبقى مفرول كده، ما يبقاش معجن في بعض. وده كان غدانا النهاردة. الصلصة كان طعمها حلو قوي، طشة الخل التوم بالخل بتبقى طعمها جميل قوي. هنا خلاص كنا اتغدينا بقى وبصراحة انا لسه غسل المواعين من شوية بصراحة. بس يعني قلت بقى ايه، اصور برضه اكمل اليوم معاكم، اخلصهم كده بالليل كده واسيب المطبخ ايه يبقى اكون مشطباه كده، واخليه يبقى المطبخ نضيف كده. بس وده كان يومي النهاردة، حبيت اشارك يومي من اوله لاخره معاكم. مش هفكركم يا حبايبي باللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم كده، بس هشطبهم كده بسرعة، مش هياخدوا في ايدي وقت. بتشجعوني ان انا اعمل كل حاجة معاكم. انا الفوطة دي بحطها بصراحة، ببقى سند عليها الاطباق، بحس ان هي عشان ما تقعش من ايدي.
ببقى ملكها احسن من اللي انا امسكها كده في ايدي. بس وفي اخر المواعين اروح فردها في الحوض وحط عليها شويه كلوريكس الوان كده بشويه بريل، واسيبها كده كده ايه، محدش هيخش يعني المطبخ تاني ان انا افتح حنفيه ولا اي حاجه. ببقى مشطبه كل حاجه، حتى البوتاجاز كنت غسلاه بعد الاكل. كنت مشطبه البوتاجاز، ما كانش فيه اي حاجه. ودي الحله اللي كانت فيها اللي عامله فيها الكشري، اتبقى شويه الكشري يعني حطيتهم في حله صغيره. بس اشطفها كده بسرعه كده وخلاص، كده كانت المواعين خلصت، ما خدتش في ايدي وقت خالص، احسن من ان انا اسيبهم الصبح. بس اغسل بس كده الحوض بسرعه، اديله دعكه كده بسرعه، وافردها كده، احط عليها شويه كلوريكس واسيبها بقى لحد الصبح. تصبحوا على خير.